إنما يبقى معنا سؤال، وربما يبقى سؤال آخر في النهاية. الأمة الإسلامية اليوم كما تتابعون هناك تشكل كبير جدا لتحزب الأمة الإسلامية إلى حزبين، وعلى مستوى التحالفات والنداءات، ويشترك العلماء في ذلك طبعا. نريد منكم رسالة إلى الأمة الإسلامية الآن، بالإضافة إلى هذه كتبتموها قبل أن تحدث هذه الأحداث الأخيرة، ولكن نريد منكم كلمة أيضا في هذه الأحداث الأخيرة ليخرج الأمة مما هم فيه. كلمتي إلى الجميع بأن يحكموا شرع الله تعالى، ويحكموا العقل للعاطفة، وأن يدركوا أن ما يرتكبون ليس لمصلحة أحد من أي طرف من الأطراف، إنما هو دمار على الجميع، وإنما إن كانت في ذلك مصلحة فالمصلحة للعدو المتربص. ويا ليتهم اجتمعوا عندما كان اجتياح إخوانهم من قبل عدوهم، ليتهم اجتمعوا هذا الاجتماع وواجهوا العدو المشترك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤال آخر